صباح الخير يا شباب. طبعا لازم تكون نايم على الأقل 8 ساعات عشان تكون قايم كده مركز وفايق. وفجأة المنبه بيضرب، ومن هنا بتبدأ وظيفة الشيطان بقى إن هو يخليك تكسل إنك أنت ما تقومش تشوف اللي وراك أو تقوم تصلي أو كده. يا عم الجو برد، نام دلوقتي، ما جاتش من الساعتين دول، قوم الساعة 9 ولا 8 ذاكر، وهتذاكر بسرعة وتكون فايق أكتر. الكلام ده ما بيحصلش. فما اسمعش كلامه وشيل البطانية وقوم من غير تفكير. تمام، يعني قوم كده، شيل البطانية وامشي من غير تفكير. طبعا تتوضى وضوء كويس كده خلاص عشان تصلي الفجر، وتغسل وشك كويس عشان تفوق. وطبعا يعني احنا برضو في البرد وكده، فلو عرفت مثلا سخن ميه وكده، فعشان انت يعني تكون انت وضوءك كامل يعني. بعد كده بتصلي بقى الفجر بتأني. وطبعا لو انت يعني صلاة في المسجد فده يعني افضل واحسن بكتير. ليه بقى؟ انت هتقوم الصبح، تمام، هتمشي شويه لان انت رايح المسجد وانت جاي، حتى لو انت قايم ناقص نوم او كده، فشويه المشي دول لوحدهم بس كفايه ان هم يفوقوك، يعني ولا قهوه ولا كلام من ده. تاني حاجة إنك أنت طبعا يعني بتشم شوية هوا الصبح نضاف. وبتمشي في الجو ده مفيش حد ماشي، فبيكون الدنيا تحس ليا رايقة كده. جو الفجر ده يعني ما شاء الله، يعني جو بركة وجو جميل كده. بعد ما تخلص الصلاة بتاعتك، تمام، سواء في المسجد أو في البيت، وأنت جاي في الطريق بقى كده، تشوف لك مثلا تليفون أو كتاب مثلا صغير في الأذكار. تقرأ أذكارك بتأني، تمام، وما تستعجلش. ده كله مش بياخد من وقت مذاكرتك، ده بالعكس، ده كله بيخلي لك فيه بركة في اليوم أكتر. وأنت جرب وقول رأيك بنفسك. وطبعا تقرأ بقى وردك في من القرآن، واسمع شوية دول يبتغ بقلبك كده، غير وقول رأيك في التعليقات. الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. طبعا يعني احنا كده يعني خلصنا يعتبر جزء ربنا، ولازم تكون فاهم حاجة كويس. من كانت الآخرة همه، تمام، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ده كده حديث لازم تحطه قدامك. انك انت لو همك الدنيا قدامك على طول، الحياة او الامتحانات المذاكرة ده كله شايل همه كده، ربنا يعني الجزء التاني من الحديث ده هو ده جزائك. تمام. انت الاخره هم، يعني انا بمتحن بعمل اللي عليا بسعى، وبس هم في الاخره ان اخش الجنه وكده. فربنا يعني الجزء الحديث او الجزء الاول في الحديث هو ده جزائك خلاص. فلازم تكون واخد بالك من الحته دي كويس جدا جدا. فانت طبعا بتذاكر دلوقتي، لازم تكون مستغل الوقت ده اكبر استغلال ممكن، الوقت بتاع الصبح ده. بعد كده طبعا بقوم الساعة 9 مثلا أو 10 بقى. في الوقت ده بقوم إن أنا ساعة مثلا أو نص ساعة ألعب رياضة أو أشرب قهوة أو أعمل اللي أعمله، وأعمل بقى أي عبط كده وأتنطط، أعمل أي حاجة بحيث إنك أنت يعني تجدد نشاطك. عرفت تجري، عرفت تروح الجيم ساعة في اليوم، الكلام ده كله بيفرق معاك يا جدعان، والله بيفرق جدا جدا. بعد كده بتبدأ إنك أنت بقى تنظم يعني أوضتك أو سريرك أو مكتبك، بتخلي الدنيا حواليك كده منظمة.
عشان طبعا ده كله برضو هيساعدك انك انت تلاقي الدنيا حواليك كده منظمة، مفيش كركبة، هتلاقي كده مش شايل هم حاجة، يعني الدنيا مظبوطة حواليك. وبعد كده تاخد كوباية القهوة الجميلة بتاعتك، تطلع على السطح بقى أو في أي مكان فيه شمس وكده. في بداية اليوم كده لازم تروق على حالك كوباية قهوة. لما روقتش على حالك مين يروق عليك؟ كوباية قهوة جميلة، وتقعد تشربها كده في جو جميل تمام على الصبح كده، والدنيا بتكون كويسة. ماذا تظن بالله وأنت تدعوه في جنح الظلام؟ يا رب ضاقت علي الدنيا بما رحبت، يا رب طافت بي الأسقام والآلام، يا رب يا رب يا رب. فيسمع الله أنينك، ويسمع الله شكواك، ويعلم الله معاناتك، فتنطرح بين يديه وتسمعه صوتك، فإذا بالله من فوق 7 سماوات يقول لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي. لا لليأس، والله قد تتغير أحوالك وتنقلب حياتك رأسا على عقب، ويأتيك اليسر والفرج من طريق بعيد بعيد لم يخطر على بالك، بسبب أنك التجأت إلى الله وأحسنت الظن به. أليس الله جل جلاله يقول قل الله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ما في شيء مستحيل على الله. من جاءك يحدثك عن المستحيل ذكره وحدثه بقدرة الله وأن الله على كل شيء قدير. فأبشروا وأملوا وعمروا قلوبكم بحسن الظن بالله. طبعا مش كل يوم يعني بيبقى اليوم مثالي زي ما انت شايف كده وبتاع، لا يعني في ايام برضو الفجر بيروح عليها ساعات، بقوم متأخر ساعات، ساعات بكون بذاكر بالليل بنام بعد الفجر كده، يعني الأيام، بس الأيام مثلا بصحى فيها الصبح أو كده أو بصلي الفجر فيها وأبدأ يوم الصبح، فبيكون عادة هو ده اليوم لازم بيبدأ بكده زي ما أنت شايف. في نقطة مهمة جدا فرقت معايا في الثانوي، وهي كانت من والدي، يعني قال لي بص يعني اللي تجيبه أو اللي ربنا يجيبه حلو كويس، بس المهم تعمل اللي عليك وكده تمام. طبعا دي نقطة كانت فرقت معايا جدا 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 يعني. انت كده مش محطوط تحت اي ضغط خالص ولا اي توتر ولا اي حاجة. انت بتعمل بس اللي عليك، بتذاكر بتجتهد بتعمل اللي عليك، وربنا بس هو اللي في الاخر اللي بيكرم يعني. برضه من الحاجات اللي فرقت معايا ان كان ليا اخت اكبر مني يعتبر بسنة، يعني هي كانت داخلة الكلية وانا كنت لسه داخل ثالثة ثانوي، فهي يعتبر مرت بالتجربة بكل حاجة، سواء كتب، مدرسين على اليوتيوب كويسين، حاجات كتيرة خالص اللي هي يعني لو في أي حاجة وحشة كانت قابلتها بتعرفها لي بتفهمها لي. في مثلا مدرسين على اليوتيوب هي يعني ما خدتش، يعني هم كانوا كويسين فهي ما خدتش بالها منهم إلا من آخر السنة، في آخر السنة يعني عرفت إن المدرس ده شرحه كويس، ولو كانت مثلا سمعته من أول السنة كان فرق جامد معاها وكده. طبعا ده نصحتني بيه من أول السنة على طول. حاجات كتير، حاجات كتيرة طبعا اللي مر قبلك بالتجربة اما بيقولها لك انت بتاخد بالك منها. كنت بادئ تالتة ثانوي طبعا متشتت تايه خايف حاجات كتيرة جدا. طبعا اي حد اكيد عارفها اللي هو مر بالتجربة حاليا. انت داخل خلاص قدامك سنة، ونفس الوقت عليك ضغط سواء من العائلة او كده، يعني مش ضغط كلام وكده، لا ضغط ان هم مستنيين منك حاجة او مستنيين منك تجيب كلية كويسة. ونفس الطريقة المدرسين مثلا اللي حاطين فيك أمل إنك أنت طبعا يعني تكون كويس. طبعا كنت منافر ده كلياته، أولى وتانية ثانوي ده مش عارف عاداتهم إزاي، وما كنتش شاطر عامة وما كنتش بذاكر في أولى ولا في تانية ثانوي. بس في تالتة ثانوي بدأت إن أنا أذاكر وأشد على حيلي شوية. فحاولت يعني بعد كام شهر كده إن أنا طبعا يعني بعد كام شهر وكده وكذا نصيحة من كذا حد، إن أنا يعني أستقر بقى، إن أنا خلاص يعني اعمل اللي عليك بس واسعى وربنا هو اللي بيكرم بس. وطبعا كنت بسمع فيديوهات يعني تحفيزية، الفيديوهات اللي هي يعني بتديك كده حماس وتجدد نشاطك كده، بتخليك تتحرك كده تقوم تاكل الكتاب كده. طبعا الفيديوهات ده بتأثر في بنات قوي، بتخليهم يعيطوا، عارف عن الحوار ده. فأنا كنت بسمع بس اللي هي بتجدد نشاطي، بس اللي هو أنا بسمع يقول لك يعني فيديوهات بتكون جميلة فعلا.
الفيديوهات دي كانت بالنسبة لي اللي هو بتلسوعك كده، انت لو ريحت فبتروح تسمع لك فيديوهين تلاقيك انت قمت كملت تاني. كنت بسمع بقى فيديوهات كتيرة وتجارب لناس كتيرة قبلي، سواء اللي دخل طب او هندسة او علوم او اي كلية من كليات القمة. كنت بسمع لهم فيديوهات كتيرة. طبعا ده من الحاجات اللي اثرت برضو معايا في حاجات الواحد بيكون مش واخد باله منها، او ماشي مثلا بنظام او سيستم معين كده عادي، بس في ناس بيكونوا مثلا مروا بتجربة قبلك، تمام، فبيقولوا لك حاجة انت بتمشي عليها او حاجة هم شايفينها لو كانوا عملوها كانت أثرت. فطبعا ده حاجة مهمة جدا جدا إنك أنت تسمع فيديوهات لناس مرت قبلك بالتجربة. ما تحاولش إنك أنت تنتظم بفيديو، يعني ما تحاولش إنك أنت تاخد الفيديو بالكربون تطبعه على حياتك، لا. هو كل واحد ماشي في حياته بنظام معين. يعني أنا مثلا ساعات بذاكر بالليل وساعات بذاكر الصبح. طب أنا ليه مش ظابط مواعيدي أخليها الصبح بس أو بالليل بس؟ لان ساعات بيجي ايام مثلا بيكون في ناس جيراننا شغالين او كده، طبعا تخبيط وكلام بقى، انت عارفين اكيد حد لو حد جرب. فالكلام ده كله طبعا الحاجات دي كلها بتشتت تفكيري، ما بعرفش ان انا يعني اذاكر او اعمل حاجه، فاليوم بيضيع، يعني من الاخر اليوم بيضيع. فببدا ان انا خلاص هو يوم باظ، ببدا ان انا بقى اظبط اليوم اللي بعده ان انا ما انامش واذاكر بالليل وانام بقى بالنهار مثلا، وبصحى الساعه 11 12 وكده بكمل يومي عادي جدا. طبعا اليوم بيكون ملخبط، يعني برضو اقول لك حاجه، هو مش زي يعني اليوم بتاع بالليل مش زي اليوم اللي هو انت صاحي الصبح فيه. ده حاجه مهمه جدا جدا. فانت نصيحه برضو تاني حاجه، انك انت اول حاجه لو انت ريحت او ما عدتش قادر انك انت تكمل او كده، تمام، اسمع اي فيديو كده تحفيزي كده يخليك يلسوعك كده يخليك تقوم. وتاني حاجه تمام، انت ظبط يومك على حسب يومك، على حسب نفسك. يعني انت ما تحاولش تطبع. يعني مثلا انا مثلا في بدايه الفيديو صحيت صلاه الفجر اتوضيت بتاع الكلام ده كله، ده يوم مثالي بالنسبه لي. فانت لو اليوم ده يعني حاجه زي كده فارقه معاك وكده فممكن تعملها، تمام. بس اللي هو حاجه انت بتعملها ما هياش مظبطه مع حياتك او مش منظمه مع حياتك، فبلاش منها وامشي في حياتك زي ما انت. فده بالنسبه لحته الصحيان. يعني انا زي ما قلت لك بظبط ايامي او نومي على حسب الدنيا حواليا فيها ايه. يعني الدنيا متشوشه او كده الصبح فبذاكر بالليل. وطبعا بس ده حاجه، هي حاجه يعني هي حاجه مضره، بس مش اللي هو يعني يوم يعني مثلا اذاكر النهارده بالليل اسهر ما اعرفش إيه. يعني اذاكر النهارده بالليل تمام، افضل لحد تاني طول النهار صاحي وعشان انام بالليل، ان انا ملخبط دنيتي، لا. هو مثلا كان مثلا يعني فتره اذاكرها بالليل فتره اذاكرها الصبح كده، اللي انا مش مثلا في الاسبوع صاحي نايم بالليل الصبح كده، لا، مش كده خالص. عشان ده كله بيأثر على الجسدي قبل النفس كمان، يعني بيأثر جامد. فنصيحة مني تمام انك انت حاول تصحى الفجر وتذاكر الفجر احسن لك يعني بلاش بالليل ده. طبعا حتة الصحاب دي طبعا في ثالث ثانوي هي أثرت معايا بالسلب مش بالإيجابية طبعا خالص. انا في ثالثه ثانوي كنت بطبيعتي اللي هو انطوائي شويه، يعني ما كنتش برضه بتكلم مع حد او بشارك او بعمل. كنت انطوائي شويه خالص. كنت بحضر دروسي مع نفسي بناء عن تجربه مع نفسي، تمام. ما كانش فيا ليا حد يعني صاحب ان احنا بنشجع بعض او بنذاكر يعني وكده، نشجع مع بعض نعمل انجاز نخلص دنيتنا ومذاكرتنا في الاسبوع، نخرج خروجه كويسه محترمه اللي هي تجدد نشاطنا وتخلينا راجعين تاني كويسين. ما كانش في كده، تمام. ما كانش مثلا في الشله اللي هي مع بعض يعني نشد بعض وكده. طبعا كنت بمشي اغلب الاوقات لوحدي، تمام. ومأساة زي ما انت شايف كده. بس عادي جدا يعني الحوار الصحاب ده بالنسبه لي تمام ما عادش فارق معايا حالا، ما عادش فارق معايا. يعني هو بالنسبه لي في حياتي حاليا هو صاحب او اتنين بالكتير مخلصين ليا، يعني مخلصين ليا قدي او اكبر مني، تمام. فده حاجه كويسه بالنسبه لي. فانت لو شايف يعني في اغلب الوقت كنت بمشي لوحدي طبعا، فما كانش برضو في كلام اللي هو بيأثر عليا بالسلب او بيخليك انك انت مروح البيت زعلان مكتئب او بتقلد واحد صاحبك عشان هو مش بيذاكر، فاهم الحوارات دي. فدي حاجه طبعا كانت يعني مأثره فيا ان انا مش ليا اصحاب، وبرضو كانت من ناحيه تانية ان هي حاجه كويسه بالنسبه لي. وفي اخر السنه في طبعا شله كده اتصاحبوا مع بعض وشدوا بعض وعانوا بعض، وفي الاخر ما شاء الله كلهم جابوا طب يعني ما شاء الله. فهي برضو كصحوبيه فبتفرق في كده، تمام. بس هم كلهم مخلصين، ده حاجه مهمه رقم واحد. مخلصين وبيحبوا الخير لبعض، ده رقم واحد لازم يكون يعني قدامك. غير كده المشي لوحدك مش وحش، يعني هيكون كويس بالنسبه لك.
وبس دي حتة الصحاب، فتجربتي فيها ما كانتش قوي يعني، هي كانت بالسلب. طريقة مذاكرتي في تالتة ثانوي كنت إن أنا يعني يعتبر بحب الحل قوي، يعني فاهم، كنت بشغل دماغي شوية. بذاكر يعتبر نص مذاكرة كده تمام، وبقوم طبعا كنت بحضر الدرس، باجي في البيت أذاكر نص مذاكرة، اللي هو أنت لو سألتني سؤال ممكن أجاوب نصه وأسيب نصه، بس يعني كنت بوصل للمرحلة دي. وكنت بقى الباقي بحل، يعني بالصلاة على النبي كان ما شاء الله عندي دستة كتب حلوة كده في كل مادة، فكنت بقعد أحل بقى كتير وكده، بحب الحل يعني. ودي كانت طريقة مذاكرتي تمام. طبعا الطريقة دي غلط تماما ما تذاكرش بيها. الطريقة الكويسة اللي أنا بذاكر بيها حاليا في الجامعة هو إنك أنت يعني لو هو فيديو مثلا على اليوتيوب وكده، بسمعه مرة من غير أي حاجة خالص حواليا أو كراسة أو يعني مفيش أي حاجة، بسمعه لوحدي كده بروقان يعني وبفهم منه. بعد كده ببدأ إن أنا أمسك ورقة وقلم تمام، وأبدأ أذاكر وراه بقى، ده مذاكرة بقى خلاص، إن أنا بذاكر عشان هحل بعد كده. فده كانت طريقة مذاكرتي اللي أنا بذاكر بيها حاليا. في ثالثة ثانوي كنت بحب الحل جدا. انت لو انا يعني لو كنت تحسبها، فهو انت لو انت مذاكر كويس فهتعرف تحل بسرعه، يعني انا كنت بحل برجع ابص برجع احل برجع ابص كده، فكانت ماشيه كده حتى في حل الامتحانات يعني. والحمد لله تمام، ذاكرت كنت داخل الامتحانات كويس، بس تعبت شويه في النص، وتعبت شويه تعبت شويه في ايام الامتحانات، ودايما ده بيحصل معايا. فالحمد لله كنت داخل الامتحانات كويس. طبعا انا كنت ازهر تمام، فحصل لي مشاكل. كنت متوتر لان كنت يعتبر في اجزاء من المنهج ما كنتش مذاكرها في الاحياء تمام، حته الدي ان والار ان دي يعتبر كنت اللي هو طاير عليه، طاير مش اللي انا مذاكر حتى، انا كنت طاير من عليها. وفي الفيزياء طبعا كان الباب اللي هو الفصل الرابع في الكهربائيه دي كان على الله خالص، ما كنتش عارف في حاجه. وفي حاجات برضو كده يعني فهمت النتيجة كده في المواد العلمية عامة يعني. والحمد لله تمام دخلنا الامتحانات، طبعا أنا تعبت في النص. فالتعب وقبل الامتحانات العملي بالذات كنت بلعب، مش عارف ليه، طبعا كنت اللي أنا الدنيا كانت ملخبطة معايا، فكنت بلعب ما كنتش بذاكر حتى قبل امتحان الكيمياء. يعني كنت بلعب ببجي والله طول النهار، كنت بلعب على التليفون ما ذاكرت. فطبعا ده كله بيأثر في الآخر خالص تمام. والحمد لله جبت مجموع كويس. ففي الآخر الحمد لله مجموعي يعني كان 90%. كان يجيب هندسة، بس أنا دخلت علوم، كليتنا الجميلة الحنينة علينا اللي بنخرج منها بعد كل مغرب وكل عشاء، ده يا جماعة من حبها فينا يعني، مش أكتر. و بكتب في النهاية كده نصيحتي ليك أو يعتبر ملخص الفيديو. الصحاب او الصحوبيه رقم واحد، طبعا الصحاب او الصحوبيه دي مش حاجه يعني اللي هي هاي، اللي هي حاجه ممكن تاثر فيك في ثالثه ثانوي. يعني انت لو كنت ماشي لوحدك ومستريح فقشطه تمام، ماشي مع صاحبك او اتنين مخلصين ليك وكويسين معاك فقشطه برضه تمام. غير كده انت ماشي لوحدك الدنيا معاك تمام كده فكويس. ماهيش حاجه كويسه خالص يعني انك انت يكون معاك صاحب وخمسه ومية ومفيش حد فيهم مخلص ليك او كلهم خبث عليك. والمواقف دي كتير حصلت معايا في ثالث ثانوي، فتركز في النصيحة دي كويس جدا خلاص، لأن في ناس عارف إن هي بتأثر بحتة زي كده. تاني حاجة، بص هو أنت بتذاكر الصبح وبتذاكر بالليل دي حاجة مش بتأثر وعادي تمام. أنا كنت بذاكر الصبح وبذاكر بالليل الدنيا كانت تمام. بس هو الصبح أنت لما بتصحى الساعة 6 الصبح كده بيكون الجو اللي هو جميل، جو جميل، جو مذاكرة، جو هادي، جو صفاء ذهني خالص جدا. وتحس ان اليوم كده بيومين كده، تحس انك انت ذاكرت وخلصت الفصول او الفصل مثلا انت كنت ناوي انك تقوم تذاكره، وتقوم تلاقي الساعه لسه مثلا 9 ولا حاجه، اللي هو انت اصلا في الاساس لسه صاحي تمام. فده الصبح او بالليل ده اللي يريحك انت خلاص. المهم انت في الاخر يعني تكون شايف مع نفسك وبينك وبين نفسك ان دي حاجه مش مؤثره. يعني انت بتذاكر بالليل تمام، دي حاجه مش بتاثر عليها في حاجه في النهار، وبذاكر بالنهار ده حاجه مش بتاثر عليها بالليل. وطبعا النوم بالليل اجمل وافضل. يعني انا برشح لك برشح لك انك انت تصحى الفجر وتذاكر بعد الفجر تمام. انا حاليا بعمل كده خلاص. فدي حاجه كويسه وحاجه بتفرق يعني. ممكن نصيحه الوقت اقولها لك وده حاجه ممكن تاثر معاك. هو الوقت لسه يعتبر 3 شهور على الامتحان تمام. فانت النصيحه اللي اقدمها لك اول حاجه تذاكر اليوم بيومه. يعني انت النهارده لسه بتاخد درس او بتاخد منهج جديد او كده، تيجي تذاكر اللي انت خدته طول النهار، يعني ما تنامش لما تكون مخلصه تمام. تاني حاجه حاول ما تضغطش على نفسك وما توترش نفسك. يعني الدنيا تمام.
التزم بالمدرسين اللي بيقولوه تمام، سواء في مراجعة أو في مذاكرة أو كده. التزم بالمدرسين اللي بيقولوه. ذاكر على حسب نظام حياتك، يعني أنت الصبح بالليل مش بيفرق. اللي هو أنت بتذاكر مثلًا بطريقة معيّنة، وسمعت كذا فيديو مثلًا بيقول لك أنا باذاكر بالطريقة كذا تمام. أنت شايف إنك أنت بالطريقة دي بتنتج أو كده تمام، فده كويس، يعني دي حاجة حلوة. أنت تذاكر بالطريقة اللي بتناسبك تمام، يعني أنت سمعت فيديو منّي أو من غيري أو كده، بنقول على الطرق اللي إحنا مرّينا بيها أو اللي إحنا عملناها أو بننبّهك على حاجات معيّنة. أنت مش عاجبك حاجة في الفيديو ده حاليًا تمام، أو مش راضي إنك أنت تلتزم بيها، فمش مشكلة تمام. أنت اللي أنت بتعمله في حياتك كويس والطريقة اللي أنت ماشي بيها كويسة، فخليك زي ما أنت تمام. إحنا عملنا بس وسيلة بنساعد الناس اللي هي مريّحة أو الناس اللي هي مش أو اللي تايهة في الدنيا وكده. طبعًا ده كل اللي حصل يعتبر في حياتي في تالتة ثانوي بشكل مختصر جدًا. طبعًا ما فيش أي حاجة، يعني مش هاقول لك مثلًا كنت باذاكر كمية معيّنة وباكافئ نفسي، ما كنتش باعمل كده. مش هاكدب عليك طبعًا في حاجات يعني أنا ما عملتهاش، وطبعًا كل حاجة يعني كانت بتأثّر عليَّ أو حاجات أنا كنت شايفها صح أو كده قُلتها لك خلاص. اللي أنت بقى شايفه كويس بالنسبة لك أو يناسب ليك فيعني امشي عليه والتزم بيه، لحد إن شاء الله كده ما أعمل لك فيديو فيه 10 نصايح تمام، لو أنت التزمت بيهم هتقدر إنك أنت إن شاء الله يعني يكون ليك فرصة كبيرة إن شاء الله إنك أنت تجيب مجموع كويس وكبير. طبعًا أنت ربنا يعني كل اللي ربنا بيكتبه خير، كل اللي ربنا بيكتبه كويس. يعني من طِب لحد يعني أقل كُلّية، مش عاوزين نقول كُلّية إيه، بس من طِب لحد أدنى حاجة ده كُلّه تمام، موجود في سوق العمل وموجود، بس أنت برضه لازم يكون في تطوّر من نَفْسك وكده. كل واحد بيسعى وبيعمل اللي عليه وربنا في الآخر هو اللي بيكرمه. طبعًا كنت مقتنع في تالتة ثانوي جدًا إن ربنا هو اللي بيكرم تمام، فكنت مريّح دماغي بقى إن أنا ما كنتش متوتّر، ما كنتش مكتئب، الحاجات دي بتحصل للناس دي. فكنت مريّح يعني نَفْسي، أنا باعمل اللي عليّا، باذاكر مش باذاكر باقوم الفجر مثلًا لو الجو ساقعة أو كده، مش باقوم باذاكر يعني باعافر وباجتهد أهو. باروح مثلًا أصلّي في جماعة، طبعًا دي حاجة بتفرق يا جماعة. باعمل أي حاجة بحيث إن ربنا يكرمني تمام. لازم تكون دي حاجة يعني في حياتك وفي اعتقادك كده رقم 1. المطلوب منّك دلوقتي إنّك أنت تسعى وتجتهد وتذاكر وتعمل اللي عليك بس. غير كده مش مطلوب منّك تمام. بعد كده بقى دي ربنا اللي بيكرم فيها، يعني ربنا كرمك بطِب فده على مقدار مجهودك، ربنا كرمك مثلًا بعلوم ده على مقدار مجهودك، ربنا كرمك بكُلّية يعني أنت شايفها قليلة بس الخير منها كتير، الله أعلم برضه، ده اللي مطلوب منّك دلوقتي حاليًا تمام. واعرف إن هو لا يُستطاع العلم براحة الجسد خلاص. وبس كده، دي كانت قصتي في تالتة ثانوي باختصار جدًا. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد والسلام عليكم.